يا الله. والله احنا نشكر الحكومه العراقيه ونشكر المواد الاحتياطيه للسيارات كي ولوب، ونشكر الذين جاهدوا في سبيل تحقيق الديمقراطيه. بالنسبه للشارع اليمني ما انبلط اتصالات كلها قويه، ونشكر البرلمان على قرارهم اللي خير نزل على الانترنت، كان موقعهم www.yahoo من قناه الشبكه الفضائيه. ومن جانب الديمقراطي ومن جانب الفدرالي احنا بالنسبه لنا مثل ما زرعنا تمر البصره بالمحموديه راح يسبب لنا فتنه طائفه بغيض، ولذلك احنا نعتقد ان الدوله العباسيه عندما جاءت كان هدف الرئيس القضاء على بني اميه، لكن الحمد لله والشكر احنا الوضعيه مستقره ومستتب بالامن، بس 4 صواريخ طاحن يمنا والحمد لله ماكو اضرار، بس 5 بيوت طاحت والاطفال ما بيهم شيء. انا اقول لك دزوا مسألة النجف في المقبره خاصه لهم، هم زين الحمد لله والشكر، الحاله مستقره عند الوالدين، للوالدين كلهم مقطع الاصابع مالتهم والاطراف وما شاكل ذلك، لكن بالنسبه لقوات الداعش صار هم احتمال 12 13 14 يوصلون ل 20، بس احنا مصدين لهم كل ما عندنا من قوه وطاقه ومسيطرين على الوضعيه. انا اقول لك كم سياره فخ خيمنا الحمد لله والشكر ما سوت اضرار، بس بالنسبه للديمقراطيه والفدراليه تحققت بهذا البلد، واحنا نشكر المرور العامه على القرار اللي نزلته بين هم راح يطيحون حظنا بالنسبه للارقام، وان شاء الله مقبلين على قناتنا. احنا مثل ما تصور الموده يعني كنا ما شو تعبر عنها باللغه، انا دائما احكي القضيه بصوره عامه ومختصره ومفيده، لكن اكو شغلات مهمه ما احب احكيها على الكاميرا، وانا ما راح احكيكم اياها عن طريق الانترنت وسجل لكم الموقع مالنا www.yahoo منو. الحمد لله والشكر احنا نسال الله ونسال البرلمان ونسال العشيره ونسال الجيران. بالنسبه لابو حمد احمدان اخو سعدان اخو جابر كاظم المحانا الشاتي الراضي الفزع قدم الكثير في سبيل تحرير القضيه الفلسطينيه من ايادي الاحتلال الامريكي، اذا كانت القضيه موجوده حقيقه لها اساس ولا وجود، لكن احنا بسنه 585 اللي اعتقد ان معركه بدر اكو بها خلل فني، كان شنو هو النبي قاعد بالخيمه والمسلمين من هناك كلهم مشارد يقولون هاش قال لك الله قال لك يعني انت تريد تحارب هاي المحركه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء قال المسلمين احنا راح نحارب، هم نصهم ارتدوا حقيقه مثل ما موجود حاليا في الوقت الحاضر هذا، وين وقال لهم ذولاك كلها شردت شنو السالفه ما تدري. احنا انا بصوره عامه اشكر عمامي واشكر هي الاداريه مشاريع زراعيه قناه ابو سعد الانتقاليه. فد لحظه لك على الخط خلينا ننتقل ابو سعد حبيبي عزيزي. طبعا انا عندي اتصال مباشر تقدرون تشوفونه على التلفزيون، تابعوا قناه ابو سعد الانتقاليه تنتقل من مكان لاخر. منو؟ الحمد لله هاي ايش وقت؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اليوم العزيمه؟ مو انا عبالي باكر ما محضر نفسي. يلا راح اجيكم حافي ماشي. اقول لك غداكم عندي هلكم انتم، لا حد يجي يخاف ما يكفي لك معود، هم بلغون من البارحه. بالله الكريم الله شاهد ورقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد حمدان الحمدان اخو سعدان ما راح يجي الفاتحه، بس راح يجي شاطر الراضي الفزع. تحيات القليله للمنتخبنا الوطني يوم يلعب. انا مالي غرض بيهم، انا بالنسبه لكم وبالنسبه انه عندنا نسبتين، نسبه الاولى راح اغيرها والنسبه الثانيه راح ان شاء الله. قالوا موعد اتصال مباشر. انت منو؟ العفو الرقم غلط يا ناس عبالي من عم صار ساعه تشاوي الاقامات الوادم. يلا نلتقي بعد الفاصل. اقول لك اخوي شوف انا بنرد احكي لك الحاله، عندنا عده حالات، الحاله الاولى بمستشفى الكندي والحاله الثانيه بالجمله العصبيه، واحتمال تستغرب بالنجف لو ويا الجهال ولكن راحوا، بس ان شاء الله قريبين احنا وقريبين من المواد الاحتياطيه وقريبين من العشائر، ويعني ماكو في ظروف يعني المفروض الانسان ان يطور نفسه من خلال البرنامج الاقتصادي. انا اعتقد ان الدوله العباسيه عندما جاءت كان هدف الرئيس القضاء على بني اميه، شكلوا لجان طبيه، وهذا القرار الاخير نزل على الانترنت هذا ما له علاقه به، الله شاهد وركيب. يعني شوف دائما شنو ركيب شنو تركيب، عندنا هسه احنا شوف عندنا الدليل، هذا الدليل طبعا انا اشرح لكم هاي طبعا طريقه ومختصره مفيده، انتم تابعوها. هذا المسمار يدق بالحائط، اذا ثبت انا معتب ليش؟ لان كونكريت ما يثبت بالحائط بس بالطابوق. واحد نصيحه لله ياخذوا من عده زين، وعندي بهالكميات خطره ضد الدوله. انا هذا عندي طبعا هذا يخلطونه ويا الماده بالاكلات الشعبيه، وانتم تستفادون من عده راح يودي لكم طاقه، وهاي الطاقه حقيقه هي تعتبر من السي 4 TNT-W.Yahoo. وهذا طبعا قلم هو اللي يحارب به الظلم والعدوان والظلم الجار على البلد، احنا نحاربهم بالقلم، هم يحاوروننا بال 57 والبكته، احنا نحاربهم بالقلم، يشمر علينا قنبله نشمر عليه المساحه، يشمر علينا المقطاطه نشمر عليه شنو؟